ازيكم عاملين ايه؟ معاكم يوميات اسماء فيفي، بعمل وصفات سهلة وسريعة من مطبخي وعلى طريقتي. هنعمل النهاردة مع بعض زبادي المحلات بطريقة مضمونة وسهلة وبسيطة. هيكون معايا كيلو واحد من اللبن، هغليه وهخليه يهدى شوية، وكمان هيكون معايا معلقتين من اللبن البودر، وكمان اي نوع علبة زبادي انت تحبي تحطيه. اهم حاجة ان هنخلي اللبن بتاعنا يكون دافي، يعني هختبره كده بصباع ايدي كده. يعني مجرد بس ما اخلي ايدي تتحمل بس الحرارة. هاخد كده في الطبق بتاعي، هاخد كبشة ونص او كبشتين، هحطهم في الطبق وهدوب فيهم المعلقتين اللبن البودر والزبادي. قبل ده كله هكون مولعة الفرن بتاعي على درجة حرارة هادية لمدة ربع ساعة، وبعد الربع ساعة هروح طافية الفرن على طول واقفله. هدوب بقى الأول الزبادي مع معلقتين اللبن البودر، هدوبهم كويس جدا وبعد كده هضربهم على طول في الخلاط. جربوا الزبادي بالطريقة دي هيطلع معاكم جميل جدا، مش هتحتاجوا ان انتوا تشتروه من بره نهائي. هضربه بقى في الخلاط زي ما اتفقنا، نخليه يدوب كويس جدا وبعد كده نرجع نصفيه. بس كده يلا بقى بينا على طول هنصفيه. هنحط المصفى على كمية اللبن اللي احنا غليناها، كيلو لبن. هصفيه بقى عشان لو في اي تكتلات كده هروح شايلها على طول. انا طبعا شلت التكتلات دي في المصفى بقى واستغنيت عنها خلاص. خلاص بقى كده هدوب بقى بمعلقة بالمضرب اي حاجة، اهم حاجة ندوب كده اللبن كله كده في قلب بعضه. وزي ما اتفقنا الفرن نكون مولعينه قبلها بربع ساعة على درجة حرارة هادية، وبعد الربع ساعة اروح قافلة الفرن بتاعي على طول. هجيب بقى صينية، احضر الصينية بتاعتي، كوبايات تنفع، اطباق ازاز تنفع، اي حاجة عندك متاحة حطي فيها. هفضي بقى كمية اللبن بتاعتي، هوزعها كده. ده الزبادي بقى كله. تنفع برضو في الاطباق الازاز، في الكوبايات الازاز، في الاطباق اللي هي الفخار. وهجيب كوبايتين من المية السخنة، كوبايتين بالظبط، انا قلت مية سخنة مش مية مغلية. كوبايتين يدوب يدوب، هما كوبايتين بالظبط وبس. بس كده هجيب بقى، ممكن اجيب فوطة او ورق فويل وهغطيهم كويس وهحطهم في الفرن. طيب انا هحطهم في الفرن لمدة قد ايه؟ لمدة 5 ساعات وبس. بعد ال5 ساعات بقى، شايفين الزبادي طلع ازاي اهو. ادي كل حاجة قدامكم وعلى الطبيعة. ده بقى سر المهنة، سر المهنة في معلقتين وبس، اللي هم بقى معلقتين اللبن البودر. جربوه بالطريقة دي هيطلع طعمه والله العظيم بجد بجد خيال. وزي ما انتوا شايفين كل حاجة قدامكم على الطبيعة. لا وايه ده لسه كمان لما يتحط في التلاجة هيبقى احلى واحلى. وبكده نكون عملنا احلى زبادي لرمضان لاحلى سحور. تعالوا بقى كده نشوف برضو الكوبايات قدام منكم. هجيب برضو الكوباية وتشوفوها برضو. شايفين؟ يا رب تكون وصفتي في طريقة الزبادي عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كنتم مع يوميات اسماء فيفي، مع السلامة.